صباح بارد وانت كتقلب على شنو تلبس ومن بعد لك تحطها وانت تلبس اللي كان. البياسات اللي في هذا الفيديو ساهلين في اللبس وهربانين في الحطه، سراول جاكيت وحتى لي بارفان. الفيديو اللي تمنيت انا براسي نلقاه في يوتيوب ها انت لقيتيه انت. ما عليك غتكمل الفيديو حتى الاخر باش تضرب احسن حطه في الشتا. ليتس جو. غنبداو بالجاكيت. اول جاكيت معنا هي بومبر جاكيت اللي مسيليه وبعقلها. تقدر تبالك من اول نضرب اللي ما غاديش تكون سخونه بزاف، مي حاول فاش تبغي تلبسها تضرب تحت شي هودي اولا شي تيرت منك بحال هذا مثلا، حيت اصلا فاش كتلبسها غير بوحده العنق ديالها ما كيجيش احسن حاجه. كما قلت لك ضرب تحت شي هودي ولا شي حاجه وها انت مستيلي وفي نفس الوقت محمي من البرد. البياسه الثانيه اللي معانا بوفر جيلي. الفيديو اللي داز دوينا على البوفر جاكيت، دابا غادي ندويو على جيلي وما غاديش نقول لك شحال واعره ولا غادي نمدحها حيت راها باينه، ولكن راه غادي تقدر دوز الشتا كامله غير بها غير بها بوحده، حيت اصلا الشتا ما بقاش كطيح فالله يرحمنا وصافي. ولكن كاين البرد، فهذا البوفر جيلي هو الحل ديال البرد. سهل انك تنسقو مع الحوايج اللي عندك، وكيف ما كنعرفوا احسن كوبل في عالم الملابس هو جيلي وهودي، يعني غير لا ما بغيتيش تطلع اوتفيت اللي واعر في هذا البرد وغير باقل مجهود. الول جاكيت، لا بغيتي ديما تبان نقي في الاوتفيت ويبان الاوتفيت اللي كلين، كنصحك بهذا الجاكيت بزاف. عندها واحد اللوك واعر وسامبل زائد مصاوبه من الصوف، يعني غادي تكون سخونه هو ماشي ديالي ما تشنيس، ولكن صالحه بزاف لهذا البرد اللي كاين دابا. الجاكيت الاخرى بزاف ديال الناس ما كيعرفوش سميتها اولا ما كيعرفوهاش هي كاع، واللي هي تشيرلينغ جاكيت. كتجيب العنق اللي فيه حواف الصوف اللي غادي يحميك من البرد، زائد التصميم اللي بسيط وكيبان زوين. واهم حاجه الا كنتي غادي تاخذها فخذ شي فيرسون اللي جديده، هذيك الاصدارات القدام مابقاوش خدامين. واحد الحاجه اللي يقدر يحتاجها بزاف منكم في هذا الشتا، خصوصا الناس اللي خدامين ولا اللي كيقراو في الصباح بكري، هما الليغات. حاجه اللي بزاف ديال الناس ما كتعطيهاش اهميه وما كتنتبهش ليها كاع، ولكن انا كنصحك انك تشريهم. تقدر تشري ديال الصوف، ولكن الا كنتي باغي تهلا في راسك اشري ديال الكاشمير واعرين بزاف وسخونين اكثر من ديال الصوف، والتملمس ديالهم كيكون زوين، ولكن خاصك تزيد فلوس. السروال الاول ما يمكنش هذا الفيديو يدوز بلا به. السروال اللي في بالك دابا كاركو بان ستريت لين، خلاصه يا اخي. سروال اللي فخم، سروال غادي تلبسو مع بياسات لي كلاس يجي زوين، غتلبسو مع فيست غادي يجي الهربه، غتلبسو مع لي هوديز غادي يجي مفرقع. سروال اللي يقدر يخليك تلوح كاع ديك السراول القدام وتعتمد عليه غير هو. وعلاش بالضبط ستريت ليغ؟ يعني اللي كيكون مطلوق من الرجل، حيت غادي يجي كاع مع السبرديلات اللي عندك. اما اللي كيكون مجموع من التحت حتى هو زوين الصراحه، ولكن خاصك مع الاداه السحريه اللي هي التقاشم بوي الطوال. وراه يصلح حتى للبنات. اما بالنسبه للكولر صفراه احسن واحد الاسود. صراحه كاينين بزاف ديال الالوان اخرين ولكن الكحل ما يمكنش. السروال الثاني للاسف هو اللي كيفرض عليا انني نذكره، حبيب الملايين الجين. انا كنعتبر الجين قطعه اساسيه في كاع الفصول، ماشي غير في الشتاء ولا الصيف، لا كاع الفصول. زائد سهل بزاف انك تنسقوا مع لي كياس الاخرين اللي عندك وغادي يجيو واعرين كما كانوا، وما غاديش تحتاج شي بيدجي كبير باش تشري شي جين اللي كاليتي ديالو مزيانه. عارف بلي الا شريتيه راه غادي يضرب معاك مده اللي طويله حتى غتمل منه نتايا، راه ما كاينش شي سبب يخليك ما تشريش الجين. ولكن كاين الناس اللي ما كيجيوش معاهم الجين بحال انا اللي كنهضر معاك، يعني بعد منه. وصراحه كاين بزاف ديال الاختيارات، يعني الا ما كانش كيجي معاك الجين كاين كارغو، كاين سويت بانس اللي تا هو الصراحه من المفضل عندي، حتى هو اللي واعر وعملي غادي يخليك مرتاح كما قلت لكم في الجزء اللي داز ديال حوايج ديال الشتا. بالنسبه للريحات فالدراري اللي عندهم ريحه ديال الصيف وكيستخدموها حتى في الشتا مزيان، ولكن كون متاكد ما غاديش تعطيك ديك النتائج اللي كانت كتعطيك في الصيف، الا كانت ديك البارفان ديال لي سيزون بجوج، يعني ديال الشتا وتا ديال الصيف. الموضوع ديال البارفان بالنسبه ليا كنصحك انك ما تاخذش ديك الماركات الغاليين واللي كيكونوا اوريجينال مثلا بحال توم فورد بلاك اوركيد، فكنظن بلي ما غاديش تستافد بزاف. واحسن بلان وتشوف ريحه عاديه اولا تاخذ من عند اللي كيصاوب روايح وكيميكسيهم، ولكن الا كان عندك البيدجي باش تاخذها فبلان ومزيانه كاع.